لغايه ما الحمد لله ربنا قدرني، وهقول لكم ازاي عشان موضوع مهم جدا. ويلكم بيستس، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده حصل معايا موقف حلو قوي الصبح بجد، يعني فتح يومي كده بإشراقة وأمل. حاجة جميلة جدا هقولها لكم. كنت قاعدة في الباص. تمام، أنا في الباص بقعد بقرأ الأذكار كل يوم. وطبعا الموضوع ده ما جاش بسهولة، يعني أنا معاناة بجد، سنين نفسي ان انا اقرأ الاذكار، مرة انتظم عليها، مرة و10 بطل ومعرفش ايه، لغاية ما الحمد لله ربنا قدرني، وهقول لكم ازاي عشان موضوع مهم جدا. وبقيت اقراها كل يوم. المهم، قعدت في الباص، فقعدت جنبي بنوته، او انا اللي رحت قعدت جنبها، ما علينا. قعدت جنبها فرحت بتقولي ايه، هو انتي بتركبي الباص ده كل يوم؟ رحت قلت لها ايوه صح. فرحت قالت لي علشان انا كل يوم بشوفك. قالت لي انا دايما انا بقرا الاذكار برضو. قالت لي انا كل يوم بشوفك وانتي بتقري الاذكار. قالت لي انا بقراها برضو، بس ايه، معظم الوقت بكسل اقول لا لما اروح الشغل بقى هقراها، معرفش ايه، او مش دلوقتي، مش مهم دلوقتي. ولما بروح الشغل بتسحل وبنسى. لكن لما شفتك انتي بقيت اتشجع وبقول طب انا ليه ما بقراش الاذكار زيها؟ طب ما انا كده كده قاعده في المواصلات ما بعملش حاجه، ليه ما بعملش حاجه مفيده؟ ليه بقول هقرا الاذكار لما اروح الشغل، ولما بروح بتسحل وما بقراهاش؟ فبتقولي انا كل يوم بشوفك بتقريها، وكل يوم كل مره انتي بتقعدي يا اما جنبي، مع اني انا مش فاكره اني شفتها خالص. بتقولي كل يوم بتقعدي يا اما جنبي يا اما قريبه مني، وبشوفك وانتي بتقريها. فبجد اتبسطت جدا جدا جدا. قالت لي انا بقيت اقراها كل يوم بسببك. اتبسطت، عارف وانت قاعد كده جاتلك حسنات من حيث لا تحتسب، بسبب ان انت بتعمل حاجه صح، وشخص شافك وانت بتعمل الحاجه الصح دي فقلدك. اسمها ايه؟ قلدك. الشخص ده قلد الحاجه الصح اللي انت بتعملها. ففي كل مره البنت دي بتقرا الاذكار انا باخد حسنات، لان انا بعد ربنا كنت السبب ان هي تتشجع انها تعمل الحاجه الصح دي. فبجد حاجه جميله جدا 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 ان انت تعملها، وان شخص يتاثر بيك في حاجه ويعمل حاجه صح بسببك. دي حسنات كده، انت قاعد كده بتعد حسنات. الموقف بجد بسطني جدا. تاني حاجه، فوائد الاذكار. فوائد الاذكار دي انت لو مش عارفها ادخل بس على جوجل كده واكتب فوائد الاذكار. انا هقول لك فايده واحده منهم وانت كمل الباقي. من فوائدها ان هي حصن للمسلم. انت ممكن تبقى نعمه بسيطه، نعمه ان انا لفه طرحه حلو، اي حاجه والله العظيم بجد، لابسه السويت شيرت ده، انت نعمه تبقى انت شايفها عاديه، او مش حاسس انها نعمه واو او حاجه تتحسد. ممكن حد يديك عين، يظرفك عين كده تجيبك الارض، والله العظيم. فانتوا شايفين يعني العين ادخلت الناس قبور، وفي حديث على كده، والحسد مذكور في القرآن. فالاذكار بتكون حصن ليك من الحسد، وان انت مودك يبقى وحش، واكتئابك تبقى مكتئب يعني. ومن حاجات كتير 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 جدا. يعني شوفوا انتوا فوائد الاذكار، اكتبوا كده وشوفوا. عايزه اقول لكم بقى تاني حاجه، ان انا ازاي انتظمت على الاذكار. موضوع الاذكار ده بجد انا كان بقالي سنين نفسي انتظم عليه. كنت وانا رايحه وانا كنت في المدرسه الاقي مثلا ناس بتقرا في المواصلات، بصوا بجد بياخدوا حسنات كتير. فاقول هو انا ليه ما بقراش زيهم؟ ليه اجي اقراها مره وانسى بعد كده، واقطع واقطع واقطع، لغايه ما نزلت برنامج على الموبايل بعد سنين بقى، وعملت ريمايندر. عملت ايه؟ ان الاذكار تجيلي الساعه 9. الاذكار بتتقال، الموبايل بيقعد يقولها، فانا افتكر فادخل اقراها، فاتشجع كل يوم. وبقيت بعد كده كل يوم اصلا قبل، يعني من كتر ما انا قررت الموضوع خلاص، بقيت قبل ما الاذكار اصلا يعمل ريمايندر ويفكرني، لا انا بقيت ادخل. انا عارفه اول ما بركب المواصلات اطلع الموبايل اقرا الاذكار على طول. اقرا بعدها قران، واقرا، وكل ده من برنامج واحد. بجد البرنامج ده تحفه، اسمه براير ناو. هحط لكم صورته. فيا جماعه اقروا الاذكار حصنوا نفسكم،
وحاصرين نفسكم من كل حاجه بقى، من الشيطان ومن الحسد ومن الكآبه، وان ربنا بس كفايه ان انت يبقى في تواصل بينك وبين ربنا وبتعد حسنات. بس هو ده كان موضوع الفيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب او اشتراك للقناه علشان اشوفكم في فيديوهات جايه ان شاء الله. وبجد حاجه جميله جدا ان حد يستفاد منك ويقلدك في حاجه صح. انشروا الصح كده يعني. بحبكم وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. وعايزه اقول لكم بس حاجه، انا دلوقتي بصور بحاجه جديده جميله جدا. شايفين الاضاءه حلوه ازاي؟ تحفه. حاجه صغننه، كائن صغنن كده بس قد النمله ويعمل عمله. هعمل لكم انبوكسنج، دي حاجات انا جايباها من شي ان. هعمل لكم انبوكسنج وهوريكم كل حاجه، واشوفكم في فيديو جديد. باي.